أهلا بكم مشاهدينا متابعينا الكرام، استكمالا لهذه التغطية الكبيرة في هذا الملعب. نحن معكم ودوما وأبدا لازلنا في الجزء الثاني من ما قبل المواجهة. ماجد عبد الله أسطورة كرة القدم، روعة الملاعب وعملاق التاريخ، ماجد الذاكرة التي تسكن كل الجماهير في هذا الوطن، ماجد الذي كان قد نجح في تقديم مشوار طويل ناصع بالبياض، ذاكرة لا تغيب لهذا اللاعب بل أنها تتجدد كلما طال الزمن. ماجد عبد الله باختصار هو أسطورة لاعب من ذهب على المستطيل الأخضر، قدم نفسه كفنان يرسم لوحاته بعناية فائقة ويمزج ألوانه بمشاعر محبيه التي تظهر في هذه اللقطات. ماجد الليلة يجدد ذاكرة محبيه ونحن نرصد كل التفاصيل المحيطة بهذا الحدث، ليلة التكريم وليلة الاحتفاء، الليلة المنتظرة هنا. كل هذه العبارات وكل هذه السطور التي تبدو في زوايا هذا المكان، استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض. الليلة لابد أننا نتذكر كثيرا تلك الأيام الجميلة التي كان قد رسمها هذا اللاعب الذي صنع تاريخا مميزا مختلفا مليئا بالاحتفاء. ماجد أحمد عبد الله في ليلة التكريم، والنصر يواجه ريال مدريد، ليلة مختلفة في العاصمة السعودية الرياض. نحن نواكبها منذ ساعات مبكرة، كنا نرصد مع الزميل المبدع فهد المساعد وهو يتحدث في الجزء الأول من ما قبل المواجهة مع الشاعر فهد عافت والكاتب أيضا إلى جانب هذا. كانت الكثير من المشاعر تدور، لابد أن نستكمل هذا الأمر. هذا استاد الملك فهد بمدرجاته وكل العدسات هنا موجودة في كل الزوايا، زوايا المكان لابد أنها تثير في جوانبنا كيف هي قنواتكم قنوات ART تتواجد في عين المكان وقلب الحدث، ترصد بالتفاصيل الدقيقة ما يدور قبل المباراة، ما يدور ليلة الاحتفاء. منذ يوم أمس وأمس الأول أيضا كنا نتابع لحظات التكريم، واليوم ها نحن نستمر في هذه التغطية، وهنا كل شيء يتحدث عن ماجد عبد الله، كل شيء مسكون بذاكرة مليئة بجماليات هذا المساء، جماليات يحكيها تاريخ وترويها أيام وتعبر عنها سطور كان قد نجح ماجد عبد الله في تقديمها. هكذا هي تفاصيل هذه الأمسية الطيبة. ردود الأفعال ستكون معنا من أرضية الملعب، أيضا ضيوف عديدون سيكونون معنا هنا في هذا المكان وفي استاد الملك فهد الدولي بالرياض الليلة الأخيرة، وتفاصيل ليلة الاحتفاء بماجد عبد الله اللاعب الأسطورة في كرة القدم السعودية، اللاعب النموذج وأحد أباطرة وعباقرة كرة القدم. إذن سأتحول مباشرة إلى أرضية الملعب ومعي طاقم العمل الذي يواكب هذه التغطية، فيصل الملوقي وتركي العبد الواحد. تحية طيبة لكما. بداية لابد أن أحييكم على التواجد، وأيضا أتطلع للمزيد منكما. تفضل بما لديكم. تفضل فيصل. مساء الخير رجاء الله السلمي، مساء الخير لعشاق الكرة السعودية متابعين قنوات ART سبورت. اليوم يوم مش طبيعي، يوم أسطوري، اعتزال ماجد الأسطورة، أيضا ريال مدريد الأسطوري، الفريق العالمي يعني الأسطورة بشكل عام. إذا بنتكلم على الجماهير رجاء الله، يعني الصورة يمكن تكفي معبرة من الساعة 4 أو الساعة 3 والجماهير أمام البوابات. طبعا فتحت البوابات الساعة 4. تركي ورياض كانوا قبل ساعة تقريبا كانوا مع الحدث عند دخول الجماهير لأرضية الملعب مع وصول نادي ريال مدريد، وقبل أن يعلن أن ريال مدريد هو سيكون مع ماجد عبد الله في الاعتزال. المحلات خلاص تيشيرت الريال مدريد والنصر نفذت من المحلات من ايام ازدحام شديد على تيشيرتات الريال، على تيشيرتات نادي النصر. ايضا السيارات امتلأت بالشعارات ريال مدريد وشعارات النصر، والاكثر شعار او صوره ماجد عبد الله الاسطوره، خصوصا سيارات النصراويين. هذا ابرز ما لدي. زميلي تركي متواجد في جانب اخر من الملعب، اكيد مع احد الضيوف. تركي تفضل. كفيت ووفيت يا فيصل، أنا متواجد هنا فعلا في الساعة الثانية لبرنامج قبل المواجهة. طبعا خلني أبدأ في البداية مع شخص أنا صراحة كل ما أروح أي مكان، أي حدث، أي مهرجان، أي ما أدري شو أقول لكم، أي مباراة، الشخص ما شاء الله لا قوة إلا بالله متواجد وبقوة. بس الأبرز في الموضوع إنه الفلاشات كلها عليه. يعني الحين أنا قاعد أقدم قبل شوي وأشوف كل ما وقف مع واحد أتصور، قلت فنان، مغني، مطرب، ممثل، ما أدري، خلنا نتعرف عليه. يعطيك العافية.
أهلا وسهلا بالآرتي، وأنا سعيد حقيقة. هالتجمع الجميل اليوم لا يقل عن 70,000 متفرج يحضرون اليوم. يعطيك العافية. قبل خلني بسألك سؤال أنا بس، معليش بقطع عليك. أنا كل ما رحت مكان أشوف الخلق يتصورون معك، أنا ودي أتعرف عليك أكثر. أنا ما حبيت أسألك قبل ما نطلع الهواء، قلت خلني أسألك على الهواء، يا ليت تعرفنا على نفسك. أولا شيء الحمد لله أنا إبراهيم الفريان، و 51 عضوية شرفية آخرها رطاوي الرقاص، وأندية المملكة كثيرة، واليوم احنا نحتفل بماجد عبد الله. طيب. سهم الملتهب وجوهرة العرب. خلينا نرجع للاستوديو ونرجع لكم مرة ثانية. نرجع مرة ثانية لك زميلي رجاء الله في الاستوديو، ونرجع مرة ثانية للميدان. شكرا لك تركي. إذن الحديث ربما عن هذا الحضور الجماهيري، هذا التواجد الكبير الذي كان منذ ساعات مبكرة كما ذكرت، حتى في الشوارع القريبة والمحيطة، وكل الطرق المؤدية إلى هذا الملعب كانت تزدحم بعدد كبير من الجماهير. شاهدنا التذاكر أيضا متواجدة في كل مكان، والكل يبحث عنها من يوم أمس. كانت لحظات ازدحام كبيرة في منافذ البيع، وكانت قد نفذت في منتصف ليلة البارحة، والكل هنا لابد أن يتابع مثل هذا الحدث الكبير. إذن هذه هي الصورة التي ترصد لكم مشاهدينا متابعينا الكرام في كل زوايا هذا الملعب وفي كل أماكنه. نتابع هذا الحب الكبير الذي يحظى به اللاعب ماجد عبد الله. الكثير من الحديث، لكنني سأتحول لمتابعة مقتطفات من المؤتمر الصحفي الذي كان قد جرى ظهر اليوم، وجمع الكابتن المحتفى به ماجد عبد الله، وأيضا نجم ريال مدريد راؤول ومدرب الفريق. نتابع المؤتمر الصحفي ثم نعود للمتابعة مجددا. jugar un partido, un homenaje a Mayer, que sabemos todo lo importante que es jugar el último partido, dejar la profesión, y por lo tanto hemos hecho un viaje muy largo para estar aquí, a ser un bonito partido, disfrutar también para el público, tal como nos han dicho que viene mucha gente, y dar un gran espectáculo futbolístico. Y ahora una vez más encantados de estar aquí y disfrutar esta noche de ese partido. صباح الخير. أتشرف بحضوري لحضور هذا حفل الاعتزال بعد رحلة أمس طويلة، ونتمنى حضور جماهير كبير اللي يتمتع في مباراتنا اليوم، ونكون يعني وصلنا بالصورة المطلوبة. طبعا قبل انا معلش انتقلت فتعبت شويه مع عمليه الانتقال، لكن ابغى اعطي فرصه كابتن مازن يقول لنا في كلمات قصيره جدا ماذا يريد ان يقول للنجوم وريال مدريد الذي اتوا لتكريمه. بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير. ما في شك انه سعادتي اليوم سعاده كبيره جدا. أول طبعا ما في تشريف رغم معاناة السفر أمس والتعب الصراحة، يمكن إلى الآن ما قصد أنا الراحة كافي، لكن أنا سعيد بوجود فريق ريال مدريد إلى هنا. فريق ملكي، فريق حقيقة عريق كبير جدا من أعرق الأندية في العالم، بلاعبين بنجوم بمدرب وأيضا العديد. أنا أشكرهم للحضور، وأبارك لهم أيضا ببطولة الدوري الأسباني، فأنا أحييهم. Están muy felices para estar con nosotros y espero que disfruten con el partido, y creo que ayer fue una derrota muy difícil para nosotros, pero espero que hoy va a ser el resultado. هل
بدنا نعطي فرصه وكلمه بسيطه للاستاذ احمد علياش مدير عام التسويق نائب الرئيس العام لشؤون التسويق بشركه موبايل. طبعا اول شيء نرحب بحضوركم وهذا فخر لشركه موبايل كما عودتكم دائما الحمد لله دائما موبايل سباق عليه احتضان ورعايه اكثر الاهداف الرياضيه وكذلك نتواصل الحمد لله مع رعايه الكابتن والاسطوره ماجد عبد الله وهذا شرف لنا مثل ما تفضل الاستاذ خالد هذا واجب وطني اكثر ما هو واجب تجاري او دعم تجاري هو واجب وطني تكفين ثروه وطنيه كانت وما زالت الحمد لله كابتن ماجد عبد الله وكذلك الحضور بفريق ريال مدريد طبعا الاحتفال والتكريم راح يكتمل ان شاء الله. نتمنى التوفيق للفريقين فريق النصر وفريق ريال مدريد وكذلك نتمنى التوفيق للكابتن ماجد عبد الله ما بعد الرياض ان شاء الله. شكرا لكم. Estar feliz para recibir al equipo de Real Madrid. Dice que la campaña de Mobile es su objetivo nacional para hacer un festival del Capitán Magdaleno. Quiero decir también que su campaña todo el tiempo. المؤتمر الصحفي الذي كان قد عقد ظهر اليوم حضره زميلنا عبد الرحمن الدحيم الزميل النشط والذي كان قد طال هذا المؤتمر لكنها مقتطفات مما دار فيه. طبعا ريال مدريد كان قد وصل مساء أمس إلى مطار الملك خالد بالعاصمة السعودية الرياض وسط استقبال كبير من الجماهير الرياضية التي كانت تتواجد وهنا في كل زاوية وفي كل مكان الكثير من الحديث والكثير من المشاعر والكثير من عبارات المحبة التي تظهر لهذا النجم الكبير. النجم لابد أنه ترك الكثير من الأثر لذا تأتي هذه الصور معبرة تماما وربما لا تحتاج إلى الكثير من التعليق. حديث كان أيضا مع الزملاء من أرضية الملعب عن الحضور الجماهيري الكبير الذي كنا نتابعه ولا زلنا بالمناسبة حتى في الكاميرات الخارجية قد ترصد لنا في اللحظات القادمة كل المنافذ التي تؤدي إلى استاد الملك فهد الدولي في هذه اللحظات وفي الساعات التي تسبق المباراة وتسبق حفل التكريم الذي سيقام قبلها أيضا وسنواكبه ونتابعه لحظة بلحظة. ماجد أحمد عبد الله أيضا كنا يوم أمس قد تابعنا الحوار الذي كان معه كان يتحدث عن أنه سيشارك في آخر ربع ساعة من شوط المباراة الأول. التجهيزات هنا تعد للانطلاق الاحتفال الذي ننتظره. بالطبع عدد كبير من الشخصيات الرياضية من النجوم العرب يتواجدون وهم في طريقهم إلى استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض. هذه العبارات في كل مكان وفي كل لحظة ترتفع وفي كل مدرجات هذا الملعب تتواجد هذه العبارات. الحديث سيطول معنا بالتأكيد وليلة مختلفة وتغطية مستمرة ستكون معكم مشاهدين متابعين الكرام. عدسات ART تنقل لكم من كل زوايا هذا الملعب الحدث كيفما هو وكيفما تتابعونه أمامكم في مثل هذه اللحظات. أيضا تركي عبد الواحد على ما يبدو أحد الضيوف سيكون إلى جواره أو أنه ربما لديه الجديد. تركي أهلا وسهلا مجددا تفضل. أهلا بك رجال الله. طبعا متواجدين هنا في الميدان مع إبراهيم حقوي والعمدة كما محمد بن راشد طبعا كما يحب أن يطلق عليه العمدة وأحد أعضاء رابطة المشجعين في نادي النصر. عموما خلينا نبدأ مع إبراهيم حقوي. إبراهيم يعطيك العافية. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يعافيك. اليوم متواجدين في مهرجان الأسطورة ماجد عبد الله. بداية طبعا أنا شايف ما شاء الله تي شيرت أصفر وأبيض. ليش أبيض؟ هذا نصراوي والثاني أبيض ليش؟ والله هذه شعار ريال مدريد وهذه عملها أحد المشجعين وقدمها لمجلس الجمهور. يعني جمعت بين ريال مدريد والنصر. اي والله. طيب وكانت المفروض العمده يلبس. هذا سؤالي انا اشوف العمده بثوب ليش ما طقم معك؟ بس العمده ضيع الفريله. موجوده طال عمرك لكن الحب للواحد بس. الحب للنصر كامل اصفر فانا صدته فيها. بس هذه حجم صغير يا عمده ما عليك. هذه صح فعلا حجم صغير زي ما قال.
أشكر المشجع اللي عمل الفنيلة هذه، وهو عمل 3 فنايل، واحدة لي واحدة للعمدة، نعم، واحدة للأخ أحمد الرثعان، بس الأخ أحمد اعتذر لظروف القاهرة ما قدر يجي. إبراهيم احنا ما ودنا نطول عليكم هنا، خلنا كمان تشوفون وضعكم وتشوفون ترتيباتكم، لكن أنا ودي أسألك إذا اجتمعتوا أنتوا الاثنين أكيد في دويتو صح ولا لا؟ تقريبا. بتسمعونا؟ لا نبغى شيء الآن، سمعونا قبل ما تبدأ الأغنية. يلا يا عمدة. نفس اللي غنيناها أول. أوكي؟ أنت يا رمز الكورة، انت فنان واسطورة، أنت يا رمز الكورة، انت فنان واسطورة، والكل يشهد لك يا ماجد من هنا لما تصير يا ماجد، وشباك السامبا يا ماجد ويا الأرجنتين يا ماجد. يعطيكم العافية، نتمنى نشوف هالأشياء الحلوة هذه كلها في المدرجات اليوم، يعطيكم العافية. إذا خلنا نشوف الزميل فيصل الملوقي وحكم من حكام مطرف الدوسري قائد مطرف القحطاني، قائد هذا اللقاء. كابتن مطرف من أول ما أعلن أنه مطرف راح يقود المباراة ذكرت أنه هذا شرف عظيم لك. والله هذا الشرف الكل رياضي صراحة، يعني ماجد خدم الرياضة، وأنا أقول وكل الجميع يقول أنه أي لاعب خدم الرياضة وصل إلى ما وصل إليه ماجد عبد الله جدير بالتكريم صراحة. يعني تكريم ماجد مو على بس نادي النصر ومو على المسؤولين بس، على كل شعب، على كل شخص، على كل رياضي، على كل نادي. يعني يجب علينا أن نقف ونكرم كل من خدم الرياضة، يعني سواء ماجد أو غير ماجد. مطرف لو نتكلم انه هذه مباراة زي ما تقول ودية استعراضية دولية، ايش الاختلاف للحكم في مثل هذه اللقاءات عن المباريات الرسمية؟ ما في اختلاف، يعني هي مباراة يعني سواء ودية أو رسمية، فيها بس انه حتكون حبية، ما فيها شحن، ما فيها شد عصبي. مباراة طبعا استعراضية تكريمية، كل فريق او كل لاعب حيخرج المهارات اللي عنده، اثبات وجود. بالنسبة لنادي النصر او نجوم الكرة السعودية حتكون بالنسبة لهم اثبات وجود واحساس انه الكرة السعودية ما زالت قائمة، السعودية موجودة. نبي نعكس صورة حقيقية للكرة السعودية ونقول لهم انه تأهلنا لكأس العالم ل4 سنوات، انه ما جاء من وليد الصدفة. يعني مطرف حلو انك تحكم لمباريات مثل فرق ريال مدريد، لاعبين كبار في ريال مدريد. والله هذا يعني حلم وشرف الكل حيكم يسعى، انه انا اطمح اني احكم الكل فريق يعني في القمة، يعني ريال مدريد في القمة والنصر في القمة وكلهم، وخصوصا النصر بعد الآن شارك بمجموعة كبيرة من نجوم الكرة السعودية، لذلك تعتبر مباراة نجوم، يعني كل حكم. وانت نجم اليوم راح تكون معاهم. الله يسعدك، يشرفني والله، يعني يشرفني. انا اقول ثقة المسؤولين بقيادة سمو سيدي الامير سلطان بن فهد، الامير نواف بن فيصل، إدارة النصر سمو الامير فيصل بن صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن تركي بن ناصر، اعضاء اللجنة كلهم، يعني اشكرهم على ثقتهم فيني، وانا بدوري اقدم شكري لهم، وانا اقول لهم انا مثل الحكام السعوديين في هالكرنفال الحلو يعني صراحه. مطرف القحطاني يعطيك الف عافيه، شكرا لك. ربي يعافيك ويسعدك. نشكر الحكم الدولي مطرف القحطاني على هذا اللقاء. للمعلوميه فقط توحدت كل الشعارات اليوم، نصراوي هلالي شبابي اهلاوي، لحضور حفل اعتزال الاسطوره الكابتن ماجد عبد الله. الان ننتقل للزميل تركي في جانب اخر. تركي تفضل. مين في هناك؟ نروح لرجال الله السلمي في الاستديو. طيب فيصل، شكرا لك. فعلا فيصل توحدت كل الشعارات وكل الأندية لابد أنها اليوم وبجماهيرها وبمحبيها، لأن عشاق كرة القدم السعودية والعربية ينتظرون نجما بحجم الأسطورة ماجد عبد الله الليلة، وهو يودع آخر لحظات التواجد على الملاعب ليلة التكريم الكبيرة. سأذهب إلى آراء لبعض الزملاء الإعلاميين نتابع آراءهم حول هذه المناسبة وهذه الليلة ثم نعود.